صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعادة على قلوبكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. حطي كومنتاتك، حطي اشيائك، حطي كل حاجة عندك موجودة في البيت حطها لي. متستخسريش في اي حاجة ابسولوتلي. تعالوا نخش على الفيديو على طول النهارده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة عملت كوباية شاي بلبن وكوباية نسكافيه. أسرة مع بعضينا بقى يا جماعة، أسرة مع بعض، عندنا إجازة 25 واخدين بالكم انتوا بقى، واخدين بالكم انتوا بقى فاهمين بقى. المهم بإيه، قُلت وأنا باعمل الشاي بلبن كده والنسكافيه بتاعي، هاولّع كده إيه شوية بخور عشان نبخّر الدنيا كده، باحب أول ما أصحى من النوم أشغّل البخور في البيت، باحس كده بطاقة كده حلوة يعني عارفين كده فريش كده بابقى فريش. وبعدين هنخش بقى على بُصّوا اليوم النهارده كلّه أكل، يعني فاهمين فطار، غدا على طول، العشا ما قدرتش أصوّره لكم بصراحة لإن إحنا ما بنتعشاش أساسًا. المهم بقى امبارح طبعًا لمّا كلمتكم في الفيديو اللي فات لمّا قُلت لكم في رغيف زيادة هاضحّكوا والله لا أضحّكوا، والله لا تضحكي، اضحكي، اضحكي، اضحكي. المهم إيه، أخدت رُحت الفُرن وقُلت كنت باشتري حاجات من السوق، فقُلت أعدّي عليه وأقول لهم على اللي أنتم قُلتوا لي، روحي قولي لهم إن أنتِ لقيتِ رغيف زيادة يعني يمكن ياخدوا. قالوا لي: "ده الدنيا كانت مقلوبة على الرغيف ده." يا دي النيلة يا حُسن السودا يعني ياما، ليه يا ستي في إيه؟ قالت لي: "في واحدة جات وقفت لنا وقفة السواد، ما ليش دعوة أنا في رغيف ناقص منّي وإحنا اديناه لها ومشيت، أتاريكِ أنتِ اللي واخداه." أنا ما كنتش أعرف، أنا ما كنتش أعرف، أنا أخدت منهم العيش وهُم حاطين عارفين البتاعة اللي هي بتبقى الخوص دي اللي بيحطّوا عليها العيش برّه عشان يبرد شوية؟ فأنا لقيتهم بيعملوا كده، هم بيعملوا كده، أنا أول مرّة أشتري عيش على فكرة من الفرن، فلقيتهم هم بيعملوا كده، فأنا الصراحة جوزي قال لي: "ما كنتيش جبتِ أنا كده، كده باجيب لِك وأنا جاي." بس أنا لقيت نفسي جنب الفرن، ففي عارفين البتاعة اللي بيحطّوا عليها العيش بيمشي وهو في الشارع عشان العيش ما ينشفش يعني يبرد منّهم وكده، فأنا لقيت واحدة حاطّة فحطّيت معاها، فشكلي سرقته منها والّا إيه مش عارفة من غير ما أشعر يعني، يعني أخدته منها غصب عني يعني، فقالوا لي: "ده جات عملت عمايلها هنا وناقص لي رغيف وبتاع." يا حول الله يا رب، قُلت يعني أنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قُلت يعني أنا سبّبت لها في أزمة في الرغيف، أكيد الرغيف ده ممكن يفرق معاها كتير والله، أكيد في الوقت اللي إحنا فيه ده ممكن يفرق معاها كتير، قُلت لها: "طيب ممكن إن أنا أسيب لِك يعني حق مثلًا 5 ترغيفة تسيبيهم لها وكده." وقالت لي: "لأ، ما إحنا اديناه لها." "طب أنتم خدوا فلوس منّي." قالوا لي: "لأ خلاص إحنا مسامحينِك فيه." فقُلت الحمد لله، الحمد لله يا رب إن هُم سامحوني في الرغيف. بس هي صاحبة الشأن بقى جات لهم يعني جات وما سكتتش بصراحة، فهو حقها بصراحة يعني في الزمن اللي إحنا فيه ده هو حقها إن هي تدوّر على الرغيف بتاعها، فده اللي حصل يعني. هنا بقى أخدت كوباية النسكافيه وكوباية الشاي بلبن، هنروح نفطر بقى فطار إيه يعني ده بدري كان الساعة حوالي 09:00 كده 10:00. إحنا بنصحى قبل الولاد كلّهم يعني، فبنصحى بقى إيه نمزمز كده حاجات بسيطة، وعلى الساعة 12:00، 12:30، 11:00 بالكتير بنبدأ نعمل أي حاجة بقى موجودة في البيت. زي ما أنتم شايفين كده جايبة أنا صدوق بقالي، الصدوق ده بيبقى بقالي كده بيبقى ناشف شوية، فأنا حبيت أجيبه كده وأجرّبه بصراحة، لقيته هو حلو مش وِحِش، أنا عملت بيه المكرونة اللي أنتم هتشوفوها معايا دلوقتي. أنا كنت جايباه عشان كده، لإن ولادي بياكلوها قالوا لي: "ماما إحنا أكلناها في المطعم برّه مش بالصدوق بتاعنا البلدي العادي، ده بالصدوق البقالي." فأنا قُلت لهم: "ما فيش مشكلة." فلمّا لقيته جِبته، فهو بيبقى ناشف أوي كده، فأنتِ بتبدئي بقى إن أنتِ تقطّعيه كده حتت صغيّرة، وبعد كده بتبدئي إن أنتِ تعملي إيه بقى، بت بتشوّحيه بحتّة سمنة أو زبدة، وبتكسري عليه بيضتين، بتحطّيه على فول، بتحطّيه على المكرونة زي ما هتشوفوني دلوقتي هاعملها معاكم المكرونة النجريسكو، أيًا كان بقى إيه الموجود عندِك بيبقى حلو في الحاجات دي، بيبقى زي بتاع المطاعم برّه يعني. المهم طلّعت السمنة جنبي والطاسة والبيض كده كل حاجة حضّرتها جنبي، بحيث إن أنا تبقى كل حاجة سهلة عليّا إن أنا إيه أنجز يعني في الفطار. طلّعت السمنة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده هاخد حتّة صغيّرة خالص، لإن الصدق ده بيبقى فيه دهون كتير، فقُلت كفاية عليّا الحتّة الصغيّرة دي عشان ما ينزّلش دهون كده على الصبح وتبقى الدنيا إيه بزلميطة يعني. فالحمد لله يعني تملّي بُص هو موضوع المطبخ ده يبقى بتبقي قاعدة تفكّري في فطار وغدا وكده ده بيبقى صعب شوية، إنّما بالنسبة للعشا ولادي هُم اللي بيتعشّوا، بس بيتعشّوا إيه بقى، مثلًا اتبقى من الغدا مثلًا حتّتين فراخ بانيه في طبق في التلاجة يسخّنوهم في الميكروويف، حبّة مكرونة، اللي عايز ياكل يعملوا شوية شعرية، كل ده أنا نايمة سامعة خبط في المطبخ، بس باكتشف الصبح بقى طبعًا، أكتشف الحلة فيها فشار، أكتشف إن عاملين سحلب، أكتشف إن هُم مش عارفة فاهمين أنتم عمالين يخترعوا، سهرانين بقى طول الليل وعمالين بقى إيه اختراعات، اختراعات، اختراعات. المهم هنا لقيت عندي حتتين قرن فلفل أخضر أصفر وأحمر كده في التلاجة خلاص آخر حاجة عندي، قُلت لهم تعالوا بدل ما تبوظوا كده قُمت حاطاهم على الصدوق مشوحاهم معاهم، وحاطة شوية فلفل أسود كده وشوية ملح صغيرين. أيوه كده، وانزل بقى بالفلفل الأسود بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، ونقلِّب بقى يا معلِّم كده كويس، بُصّوا يعني هو يوم عندي بيبقى ساعات بيبقى عندي جبنات، ساعات بيبقى عندي صدوق، ساعات بيبقى عندي فول وفلافل، حسب الموجود في البيت باطلّعه واعمله. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويديمكم على الصحة والعافية، ويكون أيامكم اللي جاية أسعد بإذن الله، وكل سنة وأنتم طيبين، طبعًا بمناسبة رجب.
الناس اللي صايمة كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يقويكم يا رب. الصيام في الشتا بيبقى حلو طبعًا ما حدش بيحس بيه، بس للأسف زي ما قُلت لكم قبل كده إن أنا باخد يعني علاج وكده، فمش عارفة خالص أضبّط الدنيا. ربنا بقى يغفر لنا إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده نشّفته بقى لإن الصدوق ده أصلًا بيبقى ناشف مع البيضتين اللي أنا عملتهم دول، هم يعني فطار فردين 2 بس. كان عندي جبنة تركي فضلت كركم كده وشوية زيتون وحطيتها بقى إيه وقُلت خلاص. بس أنا بقى إيه يعني الصراحة لمّا رُحت السوق النهارده مش عارفة لقيت الناس كلّها ماشية مش عارفة، الناس ماشية كلّها مش عايزة تسلِّم على بعض، الناس كلّها بتداروش وشّها من بعض، والله بجد مش عارفة في إيه بالضبط، أنا مش فاهمة، يعني أول مرّة أخُش السوق النهارده أحس بالإحساس ده، بس مش فاهمة في إيه، بس تقدروا تقولوا لي في إيه؟ أكيد يعني أنا عارفة إن الناس الظروف صعبة، بس لأ، ما كانش عشان ظروف ولا حاجة، مش عارفة، أنا يمكن أنا اللي شايفة كده والّا إيه، أنا ما باشوفش مش فاهمة. المهم قطّعت العيش كده وحطيته بالطريقة دي كده، عشان خاطر إيه، أنا ما باكلش غير نُص رغيف بس أو ساعات الربع كمان، ساعات باقسم النُص ده ربع، ما باحبش أفطر الصبح خالص. المهم بقى تعالوا كده نشوف الفلفل اللي بابا جابه لي، وبعت لنا أنا ورحاب وأختي التانية، بعت لنا كل واحد قسّمه علينا وبعت لنا الكمية اللي أنتم شايفينها دي. بصراحة كان جميل وحراق كده وطريقته سهلة وجميلة، وبعد ما خلّصت على طول ادّيت الكبة زي ما هي ما نضّفتهاش كمان لرحاب على طول، تشتغل على طول ورايا تعمل بتوعها على طول. كل واحد ليه طريقة، ممكن تكون رحاب بتعمل بطريقة، أنا باعمل بطريقة تانية، فاهماني إزاي؟ المهم قطّعته كده وحطيته، وهو سهل جدًا ما فيهوش أي حاجة، طبعًا إحنا غاسلينه قبلها بيوم وسيبناه ينشف خالص ما فيهوش نقطة مَيّة، عارفين لو يا بنات لو في نقطة مَيّة مش هيبوظ منِّك بصراحة. أهم حاجة الملح، معلقة الملح الكبيرة دي زي ما أنتم شايفين كده على كل ده حطيت معلقتين ملح كبار، وفي الآخر هتشوفوا دلوقتي الطريقة سهلة وبسيطة، وهنا بقى مسكته كده أهو، الكبة كانت معصلجة معايا شوية بس إيه فضلت وراها أيوه، أيوه، أيوه يا بنتي يا جيجي، بس كده، وضبّطتها. بدأت بقى أضرب الفلفل زي ما أنتم شايفين كده، ضربة مش ناعمة أوي ولا خشنة أوي، متوسطة كده. الفلفل ده باحبه في إيه، في كل الوجبات، باحطه في كل حاجة، بيخلّي طعم الأكل حلو أوي، وبيخلّي لون الأكل كده حلو وشكله حلو بصراحة، يعني حلو، يعني حلو، اعمليه جرّبيه، مليان في السوق هاتيه، هاتي الكمية اللي أنتِ عايزاها، في ناس بتعمله عشان رمضان، وما تحطوش في الفريزر على فكرة، أنا باحطه تحت في التلاجة ومش بيجرى له أي حاجة. كل لمّا يبقى في الزيت نقص منه بنكمّل شوية زيت بس، لكن لو لقيتِ في الأطرف كده يعني طراطيش كده من الفلفل في الحرف، هاتي مناديل بتاعة المطبخ وامسحي بقى كده عشان هتسوَدّ منِّك، فممكن تنزل على تحت تبوّظ لِك الفلفل، فخدي بالِك من الحتّة دي والتركاية دي وصدقيني هيطلع معاكِ أحلى. بُصّوا شايفين لونه عامل إزاي؟ حراق بقى ما أقولكوش، غسلت إيدي 100 مرّة. آآ كده بقى الطريقة سهلة وبسيطة، وهنعبيه مع بعض في برطمانات، البرطمانات تكون نضيفة ومتعقمة، يعني أنا حاطاها على النار من فوق كده من فوق، يعني عشان لو في نقطة مَيّة تنشف معايا، مش عايزة فيه نقطة مَيّة خالص نهائي. نزّلت بقى الكمية دي ونضرب الكمية التانية على مرة واحدة كمان وخلاص على كده. أنا مش عارفة دول كام كيلو بصراحة قد إيه مش عارفة. هو بعت لنا كيسة كبيرة كده وقسّمناها أنا ورحاب وأختي التانية بس. أهو. أها، الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش أي حاجة، معلقة ملح كبيرة على كل الكمية اللي أنا حاطاها دي، ونضرب بقى ضرب جامد كده يا معلم، وخلاص على كده كل سنة وأنتم طيبين. عايزة تشيليه لرمضان حطيه في التلاجة من تحت عادي ما تخافيش منه ولا يجرى له أي حاجة، وممكن تقلبيه على الناحية اللي تحت، يعني فاهمين، تجيبي راس البرطمان من تحت عشان الزيت ما هو أهم حاجة طالما الزيت متطايله من فوق مش هيجرى له أي حاجة، جربيه والله مش هتخسري أي حاجة، هينفعِك كتير يعني بديل الشطة، وكمان الطعم بيختلف تمامًا عن الشطة يعني. أيوه كده، شاطرة يا بنتي يا جيجي. هانزّل بس الأحرف دي كده كمان عشان خاطر إيه، نضبّط الدنيا معانا كده. بُصّوا بقى أنا اليومين دول مكسّلة خالص أعمل أي حاجة في البيت، كل اللي أنا باعمله الصبح باقوم أروّق السراير والله، واشغّل المكنسة على الشقة كلّها، ولو في شوية غسيل هيتنشّروا كل سنة وأنتم طيبين، مش عارفة، حاسة إن أنا كل شوية أقول إيه أجّلي شوية رمضان داخل علينا والناس كلّها يعني بعد رجب إن شاء الله هتبُصّي تلاقي الناس كلّها بتبدأ ننضّف السجاد وبننضّف السجاير، فأنا هاهلك نفسي من دلوقتي ليه؟ فلأ، الشقة نضيفة كده، كده عشان كده مقصّرة معاكم في الروتينات معلش، شقة نضيفة يا بنتي يا جيجي واستني إيه شوية كده على نَفْسِك، احمدي، احمدي، احمدي عشان إيه، الجو بدأ يسقّع وأنا مش عايزة يعني يعني أقرّب للمَيّة كتير يعني، مش عارفة أنا باتهته ليه كده. المهم بُصّي حطيت حبّة برضه من هنا كده فوق الوش عشان أقلّبهم في بعض كده وهتشوفوا بعد ما أعبيها في البرطمانين اللي أنتم شايفينهم هناك دول. هُم بُصّوا هو المفروض ممكن برطمان واحد كانوا أخدوه عندي وبرطمان تاني صغير، بس أنا حبّيت أسيبه براحته بقى في البرطمان، عشان أنا باحب البرطمانات الواسعة دي، علشان أمّا آجي آخُد بالمعلقة وأهم حاجة وأنتِ بتاخدي بالمعلقة، المعلقة بتاعتِك تكون ناشفة مش مبلولة، بس. عشان بس كل حاجة باقولها لكم أهو بصراحة عشان تخلّي بالِك، أختي خلّي بالِك يا أختي، حُطّي أشيائي بقى لغاية دلوقتي لو لسه ما حطيتيش أنا أزعل منِّك، أزعل أنا بقى، أزعل أنا بقى.
أيوه، على فكرة النهارده أنا عارفة يعني الفيديو ده بتاع يعني أكل امبارح، النهارده عارفين أنا عاملة إيه؟ خلّيها بكرة مفاجأة، يالّا اقترحوا لي في الكومنتات، قولي لي أنتِ عاملة كذا النهارده يا جيجي، واللي هتقول عاملة بالضبط هاحط يعني هاقول اسمها الفيديو الجاي بإذن الله. يالّا فكّروا بقى عشان أقرا كومنتاتكم النهارده بإذن الله. بُصّوا خدوا معايا شايفين أنتم الكمية اللي أنتم شايفينها دي، هامسح بقى البرطمان كويس من برّه وهاجيب منديل. بُصّوا حسيت بقى طرطش مني من الأحرف، فلو سِبته هيسوَد مني، فلأ، هاجيب منديل دلوقتي هتشوفوا دلوقتي وهابدأ بقى إن أنا إيه، أمِد بقى جوّه كده أيوه شايفين باضبّطه كده من جوّه عشان ما يبقاش في حاجة طالعة برّه، بس كده. الموضوع سهل وبسيط والله جرّبيه ومش هتخسري حاجة، صدّقيني، صدّقيني، عايزاكِ تصدّقيني يا نوال، صدّقيني يا نوال. اللي وصل عند صدّقيني يا نوال يكتب لي في الكومنتات. آه ياني ياما، آه ياني ياما، يا جماعة أنا عايزة أغيّر جو يا جماعة، عايزة أروح في أي حتة والله، والله عايزة أغيّر جو، يا جماعة عايزة أطير في الجو، حد ينقذني ويطلّعني من اللي أنا فيه ده، أنا طول النهار في المطبخ والله أنا بُشت، أنا بقيت واحدة بايشة، عارفين بايشة دي؟ إيديّا باشت والله من المطبخ والمواعين، تعبت يا جدعان، أنا تعبت، حد يطلّعني، حد يطلّعني. المهم قُلت والله العظيم ده أنا أكافئ نفسي بعد عذاب المطبخ ده لازم أعمل كوباية قهوة، أهو مقصّرة معاكم، مش مقصّرة معاكم. قُلت يا بت يا جيجي اعملي لِك كوباية قهوة كده تسلطني شوية وسيبي المَيّة تغلي على النار روحي اقعدي لغاية ما المَيّة تغلي، وأنا هافضل واقفة جنبِك يا أختي والّا إيه؟ مش عارفة أنا. قُلت لأ أعمل كوباية قهوة كده بالسُكّر السنترفيش ده، اسمه سنترفيش على فكرة، أيوه أنا باقول كلام صح، وكلام موثوق منّه على فكرة وجاي من منبع الكلام. بُصّوا بقى أنا كنت نايمة ولابسة حلق فضة في وداني، قُمت ما لقيتش الفردة التانية، قلبت عليها السرير، تحسّوا إن في حد جه قلّعها لي من ودني، ومش تفتكروا جوزي طمع في الحلق الفضة بتاعي وأخده وأنا نايمة؟ مش لاقياه يا جماعة، مش لاقياه، فضة، فضة عارفين يعني الفضة؟ باحب الحلقان الفضة جدًا، ما باحبش الحلقان الدهب بصراحة، الدهب بيبوّظ لي ودني. جِبت بقى كوباية كده يا سلام! سلطنت نفسي، هنا بقى هاعمل إيه بقى، هاعمل إيه، هاعمل حركات وتكات، أنا كنت جايبة توابل امبارح وما فضيتهاش، كنت مكسلة على الآخر، بس خلاص جه الوقت البرطمانات فضيت وصراحة لسه كنت غاسلاهم، قُلت لهم والله ما أنتم مغسولين وتعالوا، أفضّي كل واحد كده على قد الحاجة اللي معاه واللي هيتبقى مني هاشيله تاني زي ما هو، ولمّا يخلص إن شاء الله نبقى نحط غيره. البرطمان ده بياخد معايا يعني أزيد من التُمن كمان، والله أنتم شايفينه كده صغير بس لأ، فظيع جبار يا ولاد، جبار. فهافضّي بقى كده التوابل جايبة كمون وفلفل أسود فضلة كركم وجايبة كزبرة، والشطة الحمرا دي منين؟ من فتح الله، بس الشطة الحمرا كل شوية أقول لهم عايزة شطة حراقة يا جماعة، ما فيش شطة حراقة، كل أمّا باخدها ما بتطلعش حراقة، بيكدبوا عليَّ، بيكدبوا عليَّ، بيكدبوا عليَّ. المهم بقى إيه، سِبت المَيّة تغلي على النار، هنعمل إيه بقى، زي ما قُلت لكم الصدوق اللي أنا جايباه ده عايزة أجرّبه في المكرونة النجريسكو النهارده، هنعمل صينية مكرونة كده صغنونة على قدّنا وخلاص، حلو أوي كده ورضا وفضل من ربنا. طبعًا الطبق اللي أنتم شايفينه صغنون اللي هناك ده لونه أزرق ده 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 بقية الشطة اللي كانت فاضلة في البرطمان خلاص كان آخر حاجة فيها، فما رضيتش أحُط ده على ده عشان ما أبوّظش الدنيا. خلاص فضّيت الفلفل الأسود وفضّيت الكمون وفضّيت كل حاجة، نرجّع بقى كل حاجة مكانها، شاطرة يا بنتي يا جيجي والله. أهو، نمسح بقى لو الرخام عليها حاجة، نبدأ بقى إن إحنا ننضّف الدنيا. دول شوية بقى فلفل أحمر كده اتبقوا مني شطة حمرا، هاشيلها بقى كده تحت في الدولاب، جايبة لهم مشابك مخصوص لمّا بيتفتح مني كيس باقفله بمشبك علشان ما يلقطش من حاجات تانية. يالّا بينا بقى نشرب قهوتنا ونرجع تاني نشوف أكلتنا، الله حلو أوي، نشرب قهوتنا وبعدين نرجع نشوف أكلتنا، والله يا بنت جي أنتِ تنفعي تقولي شعر. أها، أها، حد ليه شوق في حاجة؟ اكتبوا لي في الكومنتات، اللي ليه شوق في حاجة يقول. المهم بقى إنِّك المكرونة النجريسكو باعملها بإيه يا جيجي، بتعمليها بأي مكرونة، مكرونة الشرايط، المكرونة الشرايط يا جماعة الكيس ده عامل حوالي 10 جنيه ونُص، في أزيد من نُص كيلو حاجات بسيطة كده، بس بصراحة يعني أنا ما باعملش الكيس كلّه، باعمل نُصّه بس، باكسّرها كده نُصّين، هي شرايط كده تخينة، على فكرة ليها طعم غير المكرونة الاسباجيتي العادية، والله بجد، يعني أنا جرّبت ده وجرّبت ده، لقيت لأ، مش عارفة بتفرق إزاي مش فاهمة، بس طعمها حلو أوي، يعني ليها لذاذة كده عارفين أنتم؟ حلوة، حلوة يا جماعة. المهم خلاص كده أنا سلقت المكرونة وصفيتها، تعالوا بقى نعمل مع بعض البشاميل بتاعي، عشان خاطر أنا حطيت 4 معالق سمنة، وهاحط كده حوالي حبة زيت، يعني معلقتين كمان زيت، يالّا زي بعض، إن شاء الله ما حد حوّش. وبعد كده عملت إيه كمان، جبت بقى الدقيق أدي معلقة، أدي التانية، أدي التالتة، بس كده، أنا مش محتاجة كتير لإن أنا عايزاها سايبة، يعني عايزاها سايحة، مش عايزاها إيه متماسكة، عايزاها نجريسكو بقى مش عايزاها بشاميل يعني فاهمين؟ البنات بقى لسه متعلمين 4 معالق
سمنة على 4 معالق دقيق أو 3 معالق على 3 معالق، ننزل بقى باللبن وإيدينا بقى بتقلِّب كويس جدًا، جدًا، أيوه، أيوه، شاطرة يا بنتي يا جيجي، ونزّلي بقى اللبن لحد ما تحسّي إن القوام اللي أنتِ عايزاه. عندي كمان في التلاجة هاطلّع كيس، عندي كيس موتزاريلا هاطلّعه، وجِبت كمان كريمة لباني من عند اللبان بُصّي بيبدأ من 10 جنيه وأنتِ طالع بقى، هاتي الكمية اللي أنتِ عايزاها. حطيت شوية فلفل أسود صغيّرين وشوية ملح، بس كده. ما باكتّرش الملح عارفين ليه؟ لإن الجبنة الموتزاريلا خدوا بالكم والقشطة الكريمة اللباني دي أو أي قشطة عندِك في التلاجة بيبقى فيها ملح خلّي بالِك، عشان بس ما تبوظيش الأكلة يعني. ونقلِّب كويس ما نسيبش إيدينا خالص من على النار علشان خاطر الدنيا ما تبوظش معانا، عشان ما تكلكعش، يعني فاهميني إزاي؟ عشان ما تكلكعش. آدي الجبنة الموتزاريلا أهي، زوّدت شوية عشان ولادي بيحبوها جدًا بالجبنة. أها. باجيب الجبنة دي منين؟ من السوق على فكرة من عند الشيخ عمرو. أدي الكريمة اللباني أهي، باجيبها من عند اللبان، باجيب تُمن أو ربع أو حسب ما أنتِ عايزة، على قد الوجبة بالضبط. طبعًا أنا هنا بقى طفيت النار علشان خاطر الكريمة لمّا تنزل ما تقطّعش منّي. خلاص يا ولاد، خلاص يا بنتي يا جيجي. المهم بقى أنا جِبت بصلاية كبيرة كده حلوة فضّيت لكم، وقرن فلفل كده حراق كده حتّة صغيّرة حطيته منّه، وأدي السجق بتاعنا أهو هنقطّعه بقى صغيّر حلقات عشان خاطر نعمل بإيه، نعصّجه زي اللحمة المفرومة بالضبط. عايزة تعمليه بالصدق بتاعنا العادي اعمليه، أنا عملته كده دواير زي المطاعم بالضبط، بالطريقة دي بيبقى ولادي بياكلوه برّه كده، فعجبهم الطريقة فقُلت ماشي زي بعض، يالّا المهم إنه ياكلوه في البيت ما ياكلوش برّه. حطيت الصدق كده وحطيت نقطة زيت صغيرة خالص عشان خاطر برضه تتشوّح معاهم. أها، وجِبت البصل بتاعي اللي أنا ضربته بقرن الفلفل ونزلت على الصدق كده، تشويحة بس بسيطة جدًا مش كتيرة، هي تشويحة كده إيه، سهلة يعني في السريع، ونزّلت شوية فلفل أسود وشوية ملح صغيرين وقلّبت كل الكلام ده يا معلم ويالّا بقى كده، وأحلى طبق نجريسكو هتاكليه في الشرق الأوسط. أيوه يا جيجي ده أنتِ ده فلفل أحمر على فكرة، ده آخر حاجة بقى قُلت أمّا آخد منه حبّة كده عشان نخلّص الطبق. آه يعني يامّا، آه يعني يامّا، آه والله هو ده اللي حصل يا ولاد، هو ده اللي أنا فيه يا ولاد، اكتبوا لي في الكومنتات كده هل أكيد أنتم زيي، أنتِ نازلة النهارده تدّينا طاقة سلبية يا جيجي؟ لأ أبدًا والله absolutely بس أنا الموضوع بقى صعب جدًا، بقى صعب، أدي آخرة الجواز، أدي آخرة الجواز واللي بيتجوزوا يا ولاد ويجيبوا ولاد، دي سُنّة الحياة يا جيجي، أيوه سُنّة الحياة، عارفة، عارفة يا أختي، أدي المكرونة بتاعتنا نزلت بيها بالكمية كلّها لإن أنا مش هاعمل طبقات زي البشاميل بتاعنا العادي، لأ، لأ absolutely. absolutely هننزّل مكرونتنا كده من غير ما نحط الصينية فيها سمنة ولا أي حاجة ولا هتلزق منِّك ولا أي حاجة، انزلي بقى بكمية الصدوق على البصل، يا سلام يا ولاد ما أقولكوش، وحياة ربنا ما أقولكوش، جرّبيها وأنتِ هتعرفي، حتى آدم أكل معايا قال لي: "الله يا عمّته حلو أوي." بيقول لي: "أنتِ إيه أنتِ إيه؟ أنتِ طباخة حلوة." ييجي عندي يقول لي: "لأ أكلِك أحلى من أكل ماما." ويروح جوّه أمه تسأله تقول له: "أكلي والّا أكل عمتك؟" يقول لها: "لأ أكلِك أنتِ." قُلت له: "ده أنا هاكلك من لسانك ده اللي أنا يعني أنا عمتك يا ولا." قال لي: "ما دي ماما برضه." اللي كتر أمه برضه يا جماعة مش هنقدر نقوّمه على أمه برضه، الماميز بتاعته. المهم قلّبت كده الكلام ده كويس، بُصّوا على بعضه بقى، كلّه على بعضه، ما هي الطريقة دي مش زي التانية بالضبط، هنقلّب كل ده كده وننزل بقى بالكمية وأنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180 أو 190 عادي يعني، وباسيبها على الشبكة كده وهتشوفوا شكلها دلوقتي هتطلع من جوّه بتزغرط، تعمل كده، أنتِ عبيطة يا بت أنتِ والّا إيه؟ خلاص كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لأ استنوا رايحين فين؟ لسه المكرونة هتطلع من الفرن، أصل أنا باحضّر لكم عشان لو قطع منّي الفيديو على طول مرّة واحدة أبقى قُلت لكم. أها، أها، شايفين الصدوق طالع فوق الوش إزاي؟ أدي أكلتنا وكان عندنا شوية خيار وشوية زيتون وأكلة كده جميلة وحلوة وفيها كل الفيتامينات. أشكركم واستنوني في فيديو جديد بكرة وقوموا جربوها لولادكم هتعجبكم جدًا إن شاء الله بأي مكرونة، بس أنا قُلت لكم إن دي أحلى عشان بتبقى ليها طعم مختلف. باحبكم في الله، يا أحلى أخوات في الدنيا وعايزة لايكات كتير، كتير، كتير للفيديو ده. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.